انا كنعرف الدار البيضاء شويه، انت ولد الدار البيضاء، واش كون قلت لك قبل 2011 غادي يكونوا مظاهرات عارمه في درب الفيدا ودجاجه ما تهرسش غتثق إمم. بيا؟ صح، صح. واش فهمتي؟ انا شارف لدرجه انني عشت مايو يونيو 81. إمم. انا كنت في الدار البيضاء في يونيو، انا شفت الطنوقه في سميتو جيت جامع السنه فوق 2 مارس، انا هادشي عشتو شفتو. وتجي تقول لي راه غدا 2011 غادي تكون مظاهرات كل يوم احد، وغادي يكون فيها عشرات الالاف الناس، وغادي يكونوا في الدار البيضاء، وغادي إمم. تكون في حي الفيدا، وغادي يكونوا في درب السلطان، وغادي يكونوا في هذه وغادي يكونوا في هذه، وما ترجعش غنقول لك انت ما تعرفش المغرب وما تعرفش المغرب. هو اذا بيا داك الشيء اللي وقع. هذا الشيء اللي وقع، واش صح. فهمتي؟ بمعنى ان هاد الرساله هذه كانت رساله قويه والنظام تفعفع. وخطاب، انا ما بغيتش نقول هذاك خطاب هزيمه، واش فهمتي؟ وانا بغيت نقول خطاب نضج. إمم. ولكن بالنسبه للكثير هذاك خطاب هزيمه. وصراحه الكيفيه باش النظام والملكيه على راس النظام تعاملات مع المناضلين الحقوقيين من بعد تيبين انه هما بالنسبه لهم كان خطاب هزيمه. انا كنت انا بغيت نتيق ونفهم انه هذاك الخطاب كان خطاب ديال واحد المؤسسه اللي كبرات مع الوقت، واللي إمم. اعتبرت انه كان الموقف ديالها ديال انه ما كاينش داكشي ديال التعديل الدستوري ما خصوش يكون الى اخره، انه غير هذاك الخطاب غير لائق للمغرب. واش وان نفهموا بلي هاد ردود الافعال انتقاميه يعني للمخزن؟ انا بالنسبه لي كاين واحد شويه ديال الانتقام فعلا. إمم. لان شوف، ملي كتشد الزفزافي وكتصوروا بطريقه باش تصور بلا حوايجو في الحبس وكتعطيها هذا كاين جانب بسيكولوجي ما بقيناش في السياسه، بقينا في علوم النفس، ولينا في علوم النفس. ملي كتشد سليمان الريسوني وكتصوروا غادي مسكين غادي كي هذا وكتصرف بداك الشيء هذا، هذه مساله سدا بسيكياتري. ما بقينا شايف في اطار نظام عنده واحد التصور، عنده هذا وعنده هذا. ولينا في واحد الاراده ديال غادي نشدك وغادي ندلك. واش فهمتي؟ هذا انا باين لي كاين واحد الجانب انتقامي في هذا الشيء. وحتى الاساليب دابا التي استعملت ضد بعض هذا ضد الزيان ديال الفيديوهات والفبركه ديال الفيديوهات الى إمم. اخره، هذا شيء خطير وخطير جدا. هذا انفلات حقيقي جدا. ولا اعتقد انه يمكن هذه التصرفات كانت غادي تباح بهذه الطريقه هذه يكون الناس اللي حاكمين في هذه البلاد قالوا لا هذا الشيء غير معقول. إمم. واش فهمتي؟ والناس اللي قاموا بهذا الشيء ما كانوا لا اونكيت لا حتى شي حاجه. وكما فايت لي قلت قبل، هذه الهضره ديال ماشي اللي كنقولها دابا، راه المنظمات الدوليه، راه الامم المتحده هضرت على هذا الشيء، راه اللجان ديال الامم المتحده دارت تحريات في هذا الشيء وقالت لكم عباد الله هذا الشيء راه غير معقول. الجرائد الدوليه اللي ما نقدروش نقولوا انا ضد المغرب، بالعكس المغرب راه كيبغي، الغرب كيبغي المغرب كنظام وكدوله حليف بالنسبه له. حليف إمم. كبير. بالنسبه لهم كاين الاستقرار وبالنسبه لهم الى اخره. فهذاك الهوس ديال ولا الاكذوبه الهوسيه ديال راه كلهم ضدنا وكلهم باغي، إمم. فهذا الشيء غير حقيقي. بالعكس هما ما خصهم صداع. الحمد لله المغرب انفتح لي ملتي ناسيونال ديالهم، اللي فين ما كانت شي شركه كبيره امريكيه ولا فرنسيه مرحبا بك اجي. وماشي غير هذا، هما كيدخلوا معاهم بيزنس دابا. إمم. المهم البلاد راه داخلين في سميتو في شراكه مع سميتو مع هذه الشركات الكبرى المتعدده الجنسيه. فبالنسبه لهم اسرائيل احنا سيدي الله احنا درنا لك التطبيع مع اسرائيل. انا بالنسبه لي هذه من القضيه ديال اسرائيل والقضيه ديال فتح الاقتصاد لراس المال الغربي. زيد عليها واحد المساله اللي هي حياه تلعب شويه، هو انه تتقول لهم راني بلد تقدمي في قضيه حقوق المراه. هذا هو كيف كيقولوا الانجاز ترايفيكتا. من عندك ثلاثه إمم. الحوايج